لاح الفجر وارتجفت السكينة لمرور نسيماته وسال النور البنفسجي بين دقائق الأثير، وابتسم الفضاء ابتسامة نائح لاح له في الحلم طيف حبيبته، فظهرت العصافير من شقوق جدران الخرائب وصارت تنتقل بين تلك الأعمدة وتترنم وتتناجى متنبئة بمآتي النهار. فانتصب علي واضعا يده على جبهته الملتهبة ونظر حوله بطرف جامد، ومثل آدم عندما فتحت عينيه نفخة الله صار ينظر مستغربا كل ما يراه، ثم اقترب من نعاجه وناداها فقامت وانتفضت ومشت وراءه بهدوء نحو المروج الخضراء. سار علي أمام قطيعه وعيناه الكبيرتان محدقتان إلى الفضاء الصافي، وعواطفه المنصرفة عن المحسوسات تبين له غوامض الوجود ومستتراته، وتريه ما غبر من الأجيال وما بقي منها بلمحة واحدة، وبلمحة واحدة تنسيه كل ذلك وتعيد إليه الشوق والحنين، فيجد ذاته منحجبا عن روحه انحجاب العين عن النور، فيتنهد، ومع كل تنهيدة تنسلخ شعلة من فؤاده المتقد. بلغ الجدول المذيع بخريره سرائر الحقول، فجلس على ضفته تحت أغصان الصفصاف المتدلية إلى المياه كأنها تروم امتصاص عذوبتها، وانثنت نعاجه ترتعي الأعشاب، وندى الصباح يتلمع على بياض صوفها، ولم تمر دقيقة حتى شعر بتسارع نبضات قلبه وتضاعف اهتزازات روحه، ومثل راقد أشفلته أشعة الشمس تحرك وتلفت حوله، فرأى صبية قد ظهرت من بين الأشجار تحمل جرة على كتفها وتتقدم على مهل نحو الغدير، وقد بلل الندى قدميها العاريتين، ولما بلغت حافة الجدول وانحنت لتملأ جرتها التفتت نحو الحافة المقابلة، فالتقت عيناها بعيني علي فشهقت ورمت بالجرة، ثم تراجعت قليلا إلى الوراء وشخصت به شخوص ضائع وجد من يعرفه. مرت دقيقة كانت ثوانيها مثل مصابيح تهدي قلبيهما إلى قلبيهما، مبتدعة من السكينة أنغاما غريبة تعيد إلى نفسيهما صدى تذكارات مبهمة وتبين الواحد منهما للآخر في غير ذلك المكان محاطا بصور وأشباح بعيدة عن ذلك الجدول وتلك الأشياء.